عايزة أتكلم عن خروج الزمالك النهاردة من دور قبل نهائي كأس مصر. يعني حاجة كده غريبة بتحصل. نادي الزمالك مش في حالته، في حاجة كده مش مفهومة. يعني أول مرة أشوف مباراة بتبقى في نهائيات كأس مصر والزمالك بيأدي فيها من غير روح. يعني أنا في رأيي يعني الشخصي إن الهدف المبكر اللي جه ده هو اللي خلى اللعيبة تطمن أكتر من اللازم، وكان المفروض الهدف ده يبقى فيه أكتر منه هدف تاني وتالت، لكن هو اللعيبة ارتاحت بعد الهدف ده أو حصل لهم ثقة زايدة في الملعب. ضربات الجزاء طبعا أنت عارف، الشناوي شيكابالا عشرة عمر يعني في نادي الزمالك قبل كده. الشناوي عارف شيكابالا بيشوط فين، وشيكابالا عارف الشناوي بيروح ناحية فين. فطبعا هو شيكابالا اتسرع فيها بصراحة يعني، والشناوي هو عارف ان شيكابالا هيلعبها في الناحية دي، فخلاص هي خلصت. وده اللي انا كنت اول ما لقيت شيكابالا داخل يشوط انا حطيت ايدي على دماغي. ليه؟ لان عارفة ان الشناوي هيعرف يصدها، لانهم الاتنين حافظين بعض وحافظين طريقة لعبهم في الملعب. دي حاجة. الحاجة التانية، ما كانش يجب ان الماتش يوصل لضربات جزاء بصراحة. يعني انت جاتلك اكتر من فرصة في الملعب كذا مرة للزمالك، وبيراميدز مش بالمستوى اللي هو يعني مش اللي يتخاف منه، ولا هو المستوى اللي احنا شفنا بيراميدز في ماتشات الفترة اللي فاتت دي، وبالتحديد الشناوي كان مستواه عامل ازاي الفترة اللي فاتت. يعني هي الكرة ساعات بتبقى حظ بصراحة يعني. طبعا مش بقلل من بيراميدز، ولكن نادي الزمالك نادي كبير، نادي ليه جمهوره وليه شعبيته وليه الناس اللي بيحبوه. يعني ما ينفعش ان انت داخل على ماتش يوم السبت مع النادي الاهلي وماتش قمه اللي يبقى ده ادائك بالمستوى ده، وانت خلاص ده فاضل كام يوم على ماتش الاهلي. ف يعني في حاجه، يا اما فيريرا هو شطب كوره اساسا شبع بطولات، يا اللعيبه في حاجه مش مفهومه. انا مش عارفه، بس يعني اتمنى ان الناس ترجع بسرعه يعني عشان نشوف قمه حلوه يوم السبت الجاي. شكرا.